يعني لو تفتكروا زمان مثلا المدرس كان يقول لنا اللي هيحل الوجبه دي، اللي هيحل قصدي المساله دي، بس هي دخلت على الدراسه وكده الدنيا هتبقى معاها. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم ازاي تستمر لفترات اطول في التمرين بدون كسل ولا مقاطعه، حتى لو انت كمان بتقطع في التمرين بين فترات وفترات ترجع وتستمر ترجع وتستمر. فانا ان شاء الله هقول لك على شويه حاجات هتعملها هتساعدك ان انت تستمر لفترات اطول في التمرين بدون ما تقطع. هتابع معايا الفيديو لحد الاخر وكبر الشاشه وقول لك حاجه تشربها او تاكلها، ويلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه مثلا تعمله تحطها في دماغك ان انت تحط هدف معين في دماغك. يعني مثلا ما تروحش تشترك مثلا في جيم او تروح نادي تقول مثلا من النهارده هبدا من غير ما تحط اي اهداف. لازم تحط هدف معين. يعني انت مثلا دلوقتي فات عندك دهون كتير، فحط مثلا هدف لا انا لازم اخس في الفتره اللي جايه. ما تحطش لنفسك وقت معين. هتقول لي طب ما في ناس بتحط شهر شهرين وبيعملوا. لا بص، الناس التوب ليفل اللي هم دول بيعملوا كده، اللي زي مثلا بطولات كمال الاجسام. ممكن تلاقي الواحد قبل المسرح هو تلاقيه بكم اسبوع تلاقيه مليان، في المسرح هتلاقيه ناشف خالص، هو بيقطع ميه وكارب وحاجات كتير. فانت حط مثلا هدف معين زي مثلا عايز اخس او عايز ازيد كتله عضليه او عايز احسن اللياقه بتاعتي في الفتره القادمه، مش كام شهر اللي جاي. واقل حاجه مثلا عشان تحط فيها ليميت عليك او تقول مثلا عايز فتره معينه، اقل حاجه 3 شهور. اقل من 3 شهور صعب تلاقي ترانسفورميشن، وبتختلف طبعا من شخص لاخر. فانت اهم حاجه تحط هدف معين في دماغك قبل ما تروح تشترك في الجيم. حاول بقى تخلي التمرين ده روتين من يومك. يعني مثلا خلي جزء من التمرين نص ساعة أو ساعة مثلا من اليوم بتاعك مخصص للتمرين فقط. ده هيساعدك جامد. حتى لو أنت مثلا مبتدئ حاول تحط مثلا نص ساعة، حتى لو نص ساعة مشي كل يوم، دي يعتبر حاجة حلوة وهتستمر عليها كل فترة وهتتطور وهتخش تمرين وهتتطور كل فترة. وكمان مثلا ممكن تحط روتين ان انت مثلا مش لازم تمرين، ان انا مثلا لا هاكل اكل صحي في وجبة الفطار بس. فانت كل يوم مثلا تاكل وجبة فطار صحي 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 صحي، هتيجي مرة بعد كده تقول لا انا هاكل كمان وجبة الغداء، وهكذا. بعد كده العشاء، بعد كده مثلا بتبقى يوم بتاعك كله صحي هتقول لا انا خلاص كده ممكن اخد يوم فري وتجزأ نفسك. فالروتين مهم جدا. خصص وقت اليوم زي ما قلت لك، مش لازم تمرين. زي ما قلت لك ممكن تحط مثلا وجبة الفطار او العشاء او الغداء مثلا بيض. ممكن مثلا تقول انا مش هفطر في البيت اروح افطر في الشغل. فده الروتين. اهم حاجه الاستمراريه عليه. اختار الرياضه اللي هي تستمتع بيها، مش اللي هي تخليك مثلا انت جرفان تتمرنها. يعني مثلا واحد لسه مبتدئ فانا مش هروح اقول له مثلا روح اتمرن بدني بقى وكروس فيت وجري ومشي. لا، اول حاجه في البدايه لازم تحط حاجه انت بتحبها في يومك عشان تقدر تستمر عليها. يعني تخيل مثلا انت اكتر حاجه بتحبها مثلا اقول الكوره، فلعبتها كل يوم مش هتزهق صح؟ لكن لو قلت لك مثلا روح العب سله وانت مثلا ما بتحبهاش مش هتلعبها كل يوم. فهكذا ينطبق عليك. حط مثلا تمارين. مثلا انت مثلا لو لسه مبتدئ وما بتحبش الجيم والحاجات دي، حط مثلا المشي. انا مثلا همشي نص ساعه كل يوم، همشي 20 دقيقه كل يوم، وانت بمره الحاجه دي هتحبها وتكون عايز تتطور اكتر فيها. فحاول تحط ليميت معين ليك ان انا مثلا هتمرن الحاجه دي اللي بحبها لفتره، مثلا هتلاقي نفسك انت ذات نفسك بتتطور فيها وهتكون عايز حاجه اعلى من المستوى ده. فما تبداش بالصعب، ابدا بالسهل وما تزودش عن نفسك. في ظل بقى انت بقيت بقى تتمرن كويس وكده، ما يبقاش برضه الحماس ان انت مثلا ما تاخدش ريكفري او راحه في يومك او على مدار الاسبوع بتاعك. والتغذيه بتاعتك، الحاجات دي شيء اساسي لاي رياضي في العالم. حاول تاكل اكل صحي اغلبه صحي. يعني مثلا انت ابتديت تتمرن الحمد لله وابتديت تستمر شويه، فحاول مره في مره ان انت مثلا تزود اكل صحي اكتر من الخراب. حاول ما تاكلش من بره كتير، حاول ما تشتريش، وهكذا تستمر. يعني مثلا انت مثلا بتاكل 3 وجبات فطار غدا عشاء من بره مثلا، لا حاول تخلي في وجبه الفطار او وجبه الغدا مثلا في البيت تعملها انت بنفسك. مش هقول لك مثلا كل 3 وجبات، لا واحده واحده زي ما قلنا. التدرج مهم جدا. فالتغذيه والراحه شيء اساسي لاي رياضي في العالم. خطط جدول ثابت لتمرينك. حاول على قد ما تقدر خلي مثلا وقت معين في اليوم بتاعك انت مثلا الوقت ده بس تتمرن فيه. يعني مثلا الساعة 4 مثلا العصر، انا كل يوم الساعة 4 العصر هتمرن ساعة او نص ساعة في يومي. خلي بالك حاجة تفرق معاك خالص، ان انت مثلا تثبت حاجة في يومك. ودي ساعدتني انا شخصيا. يعني كنت بحب ساعات اتمرن الصبح وبالليل، كنت دايما مثبتها. ساعات كنت اتمرن الصبح بس، وفي ايام طبعا بتلاقي علينا ظروف يبقى مثلا ممكن ما تتمرنش الصبح والليل بتتمرن العصر. فانت حاول بقى على قد ما تقدر انت تتمرن مثلا في وقت ثابت في يومك. دي هتفرق معاك جامد. ويا ريت كمان تعمل لك جدول مخصص ليك، تكتب مثلا الايام اللي تتمرن فيها والساعه فين هتتمرن ايه. دي هتفرق معاك جامد، وحاول تطبقها في يومك وهتلاقي باذن الله نتيجه والتطورات مش طبيعيه.
اتفرج على الفيديوهات التحفيزيه في ابلكيشنات كتير طبعا هتلاقي فيها لياقه بدنيه وسعرات حراريه، ازاي تحسبهم، ازاي تتمرن. انت لو بحثت بس كتبت على جوجل متجر بلاي او يوتيوب هابحث وتعمق اكتر، اعرف مثلا انا ازاي احسب سعرات حراريه بتاعتي، اعرف مثلا تمارين اللياقه البدنيه، اعرف مثلا ازاي اتمرن حديد في الجيم. عايز تخش في المجال تتعمق فيه، ان انت كل ما تتعمق في المجال وتعرف معلومات اكتر كل ما تحب المجال، وكل ما يخليك ان انت تستمر عليه لفترات طويله. تعمق اكتر في الجيم واعرف وخد حاجات تحفيزيه، ده هيساعدك خالص ان انت تتمرن تستمر لفترات اطول في التمرين. مثلا في دماغك ان انت بتتمرن او تمشي على دايت ان جسمك هيحصل له فوائد كتير خالص. يعني انت مثلا اول حاجه تحسن عندك الدورة الدمويه، يقلل منك السرطانات، بيطور لياقتك، بيطور صحتك، يخلي بشرتك احسن، بيخليك ناضج اكتر. انت مثلا لو قعدت مثلا تقرا فوائد اللي هي مثلا مبنيه على التمارين والنظام الغذائي، ده هيحفزك خالص ان انت تستمر. حاول كل يوم او مش كل يوم، يعني حاول قبل ما تبدا تقرا مثلا الفوائد اللي هي مبنيه على التمرين والتغذيه، ده هيساعدك خالص ان انت تستمر فترات اطول في التمرين، وهيساعدك انت تتطور اكتر واكتر وتنضج اكتر. فانت مثلا انت تنزل جيم تتمرن او تمشي على دايت، دي مش راجعه لصحتك بس، دي راجعه لحاجات كتير، ثقتك في نفسك، راجعه ان انت تنضج اكتر، راجعه ان انت تعرف تاخد مثلا معلومات من دي ودي على الفوائد الصحيه مبنيه على التمارين والتغذيه. دور على شريك للجيم او التمرين، ده هيساعدك خالص ان انت تستمر لفترات اطول، خصوصا لو صاحبك ده مثلا مستمر لفترات اطول. يعني كده يحدد شلته، واحد مثلا بيتمرن بقاله فتره طويله فده صاحبه ينزل معه على طول يتمرن، فده هيشجعك ان انت تستمر فترات اطول في الجيم. وكمان خد منه معلومات ان انت مثلا تستفاد منه، خصوصا ان هو هيبقى عنده اكيد معلومات كتير. لو هو مثلا بقاله زمن في الجيم زي حمزه مثلا بحب اتمرن لوحدي، بس ممكن حد تاني مثلا ما بيحبش مثلا يبقى لازم حد يشجعه وكده، فانت مثلا دور على شريك في البدايه بتاعتك وباذن الله تستمر فترات اطول من غير ما تزهق ولا اي حاجه. سجل التقدم بتاعك، اعمل لك فايل على التليفون، شوف مثلا تقدمك من فتره لفتره، من شهر لشهر، من اسبوع لاسبوع. قيس برضه اوزانك في الجيم، مثلا اكتبها عندك في التليفون او اكتبها في ورقه، شوف مثلا كل اسبوع انت بتتطور ولا لا. ده هيساعدك جدا ان انت مثلا تستمر في الجيم وفي التمرين، حتى كمان بيديك تحفيز ان انت كمان تتطور اكتر وتزود في اوزانك. حاول برضه تتصور كتير، يعني كل فتره جسمك مثلا بيتقدم ولا لا، او بتأدي ندوز زي ما انت كمل. لو مثلا في مثلا لسه قاعد زي ما هو، شوف انت مثلا الايام اللي فاتت لخبطت في ايه، اكلت ايه. طبعا جسمك مثلا مش هيكون بتاكل صح وبتتمرن صح مش هيظبط، دي معادله ما فيهاش اي اختلاف. ان مثلا واحد بيتمرن ماشي على الاكل مفيش تقدم، دي عمرها ما حصلت ولا هتحصل. فانت لو مثلا لحقت جسمك لسه ما اتظبطش من شهر لشهر او من شهرين لشهر كده، شوف انت الفتره اللي فاتت كنت بتعمل ايه او بتلخبط في ايه، فكر فيها واقعد مع نفسك كده وشوف نفسك بتعمل ايه. وانت انا بقول لك اهو، لو انت ماشي على الدايت ومستمر وبتتمرن كويس ومش بتلخبط في الاكل هتلاقي تقدم، يعني والله العظيم هتلاقي تقدم. انا بحلف لك وانا ما شفتش جسمك ولا اي حاجه، بس الاستمرار والاكل الصحي ده هيوديك الحته اللي انت عمرك تتوقع. كافئ نفسك، حاول تكافئ نفسك كده من فتره لفتره. مثلا قعدت مثلا شهر حارم نفسك من الاكل وكده، فلا الشهر ده مثلا في تقدم، ادي مثلا لنفسي وجبه فري مثلا، دي طبعا هتساعدك خالص وهترجعك احسن. دي مثلا ان انت تكافئ نفسك، دي حاجه حلوه خالص. هتفتكر مثلا زمان كان المدرس يقول لنا لا يحل الوجبه دي، اللي هيحل قصدي الواجب ده مش بعد التغذية، داخل بعد دروس الدراسة كلها. اللي هيحل مثلا المسألة دي هيديله مثلا 10 جنيه، فانت بقى تروح البيت بقى تقراها وتبحث ومش عارف ايه وعايز تاخد 10 جنيه. انت بقى اعمل كده مع جسمك، كل ما تلاقي فيه تقدم ادي نفسك مكافأة لجسمك، ليك مثلا وجبة فيه مثلا في اليوم دي، تخرج مثلا مع صحابك، تريح مثلا نفسك من التمرين يوم، تروح تاكل، يعني فاهم، يعني هون على نفسك عشان ترجع احسن واقوى. تصبر على نفسك وما تستعجلش على النتيجه. بشوف ناس كتير طبعا بتستمر مثلا شهر او اسبوعين ثلاثه بتكون عايزه مثلا نتيجه مثلا خرافيه، لان انا بعد شهر مثلا ان انا عايز اوصل مثلا لحته يعني مش عايز اخططك بس مش وقتها دلوقتي. زي ما قلت لك في اول فيديو ان انت ما تحطش ليميت معين ليه. لو فكرت مثلا تحط مثلا ليميت معين ليه، اقل ليميت مثلا 3 شهور، فما تستعجلش واصبر على نفسك. ما تقولش مثلا انا شهر ما حصلش حاجه خلاص بقى يا عم، ولا جيم ولا قرف ولا تغذيه، انا هقعد بقى زي ما انا كده كده مفيش نتيجه. لا يا عم، اصبر على نفسك، مفيش حاجه تيجي باستعجال. فكر بس انت بقالك كام سنه بتتلخبط، مش معقوله جسمك في شهر هيظبط. يعني واحد طول حياته مثلا 5 6 7 سنين ملخبط اكل ودنيا وبياكل زي ما هو عاوز وقاعد في البيت ما بيتمرنش ولا أي حاجه، فعايز يظبط في شهر. بص بقى كام شهر انت قعدتهم، يعني 12 شهر في 5 أو 7 سنين، بص كام شهر قابل ان انت بس عايز ترجع في شهر، فصعب. ما تستعجلش، اصبر على جسمك، ما تستعجلش على النتائج والله العظيم. طالما انت بتستمر وبتتمرن وماشي على نظام غذائي اصبر، ما تستعجلش خالص.
بس كده في نهاية الفيديو، يعني يا رب تكون استفدت بأي حاجة وحركت فيك أي خلية في جسمك. فحاول زي ما قلت لك أنت تستمر في التمرين، دي هتوديك للليفل اللي أنت متوقعهوش. فحط دايما في دماغك إن مفاتيح النجاح الاستمرارية. آخر حاجة عايز أقول لك، ما تقللش من الخطوات الصغيرة أنت بتعملها كل يوم، إن دي هتوديك في حتة أنت والله العظيم ما تتوقعها. واستمر.